لو انت من الناس اللي بترجع في الجو الحر ده تشرب ميه ساقعه، فخلي بالك عشان انت حياتك كده في خطر. وكمل الفيديو عشان تعرف قصه الراجل اللي ودع الحياه. قبل ما اقول لك قصه النهارده بتاعت صاحبنا اللي هيودع حياته، لو انت خايف على صحه اللي حواليك ما تنساش تبعت لهم الفيديو عشان الفيديو ده مهم ليك وليهم. كان في راجل كبير راجع من السوق في عز الحر، اول ما دخل البيت جرى على الثلاجه وشرب كوبايه ميه ساقعه بسرعه جدا. كده الراجل ده عمل حاجتين غلط. اول حاجه انه جرى وشرب ميه ساقعه وهو حران وجسمه مولع، وثاني حاجه انه شربها بسرعه جدا. وبعد ثواني الراجل ده بدا يحس بدوخه وضيق في النفس وشويه واترمى على الارض. وساعتها اولاده نقلوه المستشفى، بس للاسف قلبه كان واقف. الدكاتره قالوا لهم ساعتها ان ابوك ودع الحياه بسبب الصدمه الحراريه، ودي بتحصل لما جسمك بيكون سخن جدا او مولع في حاله الراجل اللي احنا بنتكلم عليه، واول ما بيخش بيعرض جسمه لحاجه بارده، سواء بقى ميه ساقعه او حتى مشروب ساقع، او حتى ممكن توصل انه يخش وياخد شاور ساقع. اللي بيحصل هنا ان الاوعيه الدمويه بتبدا تتفاجئ وتبدا تضيق وتتقلص بسرعه جدا. وفي حاله الراجل ده المعده، الاوعيه الدمويه اللي كانت بتغذيها حصل لها انكماش، وده اثر بدوره على الدوره الدمويه بتاعت الراجل ككل. خصوصا بقى ان الراجل ده كان عنده امراض مزمنه في القلب، عشان كده لازم نخلي بالنا في الوقت ده بالذات واحنا راجعين من بره. اياك ثم اياك انك تشرب ميه بسرعه وتكون الميه دي ساقعه. وتعالى اقول لك بقى تعمل ايه علشان تحمي نفسك من الصدمه الحراريه. اول حاجه هتدخل المكان وتريح شويه مكان، وبعدين تشرب الميه بهداوه وعلى كذا مره زي ما الرسول وصانا. تشرب الميه على 3 مرات، والميه درجه حرارتها تكون درجه معتدله بنفس درجه حراره الاوضه. ما تشربش ميه ساقعه جدا عشان ما تعرضش نفسك ان يجيلك صدمه حراريه، وممكن الصدمه الحراريه اللي تجيلك ما تاثرش على القلب بتاعك بس تاثر على اعضاء تانية وتدخلك في دوامه انت مش قدها. فخلاصه الموضوع، الميه الساقعه مش غلط، لكن شربها بسرعه وفي ظروف مش مناسبه هو اللي غلط. وطبعا لو انت وصلت لغايه هنا طبعا مش محتاج اوصيك، لو انت ما عملتش فولو او لايك تعمل عشان تعرف معلومات اكتر عن صحتك.